انا اتصدمت والله. اه والله. لدرجة اني مبقتش عارف اللي انا عملته ده صح ولا غلط. يعني في ناس بتقول لي ان الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن ابوك وكده ما كانش فيه داعي انك تتكلم كده ولا ودي حاجتك الشخصية وكذا وكذا وكذا. انا طالما ارتضيت يا جماعة ان انا اطلع احكي فانا هحكيها كلها بكل انصاف والله. انا عشان تبقى عارف انا عشت من وانا عندي 17 سنة لغاية دلوقتي عندنا سن 40 الحمد لله، ربنا يمد في عمرنا شوية كمان، قول امين. عايش لوحدي بطولي. فتخيل انت بقى، تخيل انت بقى انا مريت بمراحل عاملة ازاي. شفت مين انا بحكي فهحكيها لك، لازم احكيها لك من البداية. وهحكي لك بعلاقتي بابويا كمان علشان تبقى فاهم ومدرك ايه اللي حصل. انت فاهمني. وجايز انت في يوم من الايام تكون شبهي، تبص على التجربة. ما انا قلت لك في الاول اذا كانت هتنفعك في حاجة خير وبركة، مش هتنفعك خلاص اعتبرها يعني حكاية، ارميها البحر بعدين. واقول لك على حاجة بقى من الاخر والله بجد برضه عشان تبقى مقدر اللي انا فيه. انا ده بعمله كله عشان في يوم من الايام بنتي تشوفه وتبقى عارفة ابوها فين اوله واخره. من الاخر يعني. السبسكرايب والحاجات دي انا شفتهم هم اللي بيعملوها بيقولوا عليها كتير، فجايز تكون بتنفع في حاجة يعني. انما ده تقدر تقول سي في كده انا حاطه كده على جنب، هتشاركني فيه خير وبركه يعني، يا ربنا يا رب يفرح قلبك. اخ. سيبك انت بقى من كل الكلام ده، انت عامل ايه؟ لا بجد طمني كده، عامل ايه؟ كويس. يا رب. يا رب دايما تكون كويس. وكل اللي حواليك كويسين الاولين والاخرين. كنت وقفت في الفيديو اللي فات عن العلقه اللي ابويا ادهاني وبعدين خرجت بسببها. انا مش هحكي لك العلقه دلوقتي بصراحه، معلش خليها دي بعدين عشان هي ايه هدخلها لك في وسط الاحداث تبقى ايه راكبه وقتها صح. المهم، في صيف سنه من السنين كان انا عندي 17 سنه، وانا دلوقتي بقول لك عندي 40، فانت شوف اطرح ده من ده وشوف السنه هتطلع كام عشان مش وقته. كانت العلقه الاخيره من ابويا وعلى زي العصر بالظبط كده ابويا كان بره اصلا، كان في الشغل وامي نامت. خدت شنطة بلاستيك كده وحطيت فيها ايه، كان عندي تيشرتين وبنطلونين انا فاكر، وكان في فانيلا قط. دي بقى اللي كانت ايه، اوعى دي بقى اللي كنت بقابل بيها بقى. فاهم. اقوم لابس القط كده، كانت قطايه سودا عشان انا كان عندي سنس. كنت بقى اجيب لها مثلا ايه بنطلون اسود او بنطلون جملي. خد بالك انت. المهم لميت الحاجه دي وخرجت. هروح فين بقى؟ مش عارف اروح فين. مفيش حته. اروح عند عمتي. يا نهار اسود، عمتي هو انا ده انا الموقف بتاع البحر ده ما انساهوش ابدا. لا مش هروح. وبعدين لو رحت هترجعني. طب احنا استفدنا ايه؟ ولا انا اصلا كنت متعود ان انا ابات عند حد. المهم الهدف الاساسي اللي كان عندي ان انا ابعد عن البيت مسافة قدر الامكان ما تخليهمش يلفوا حواليا. وبعدت فعلا، بعدت مسافة كبيرة قوي. كان معايا 2 جنيه ونص وقتها انا فاكر كويس جدا. 2 ونص دول كانوا يجيبوا لك حوالي 3 سندوتشات فول وطعمية. كويس. فانا تقريبا معايا الغدا ومعايا العشاء الحمد لله. المهم رجليا جابتني لحد راس البر. وفي راس البر بقى لقيت ايه، لقيت الحديقة الواسعة والشاليهات اللي شكلها حلو والدنيا تمام، فبقى صالحة للشغل. انا ممكن اشتغل وفي مكان كويس بمقاييسي طبعا وقتها. بس ما زلت مش عارف هشتغل فين ولا هعمل ايه. المهم كل الكلام ده بيدور في بالي وانا قاعد في جنينة وواخد شجرة كده اخر مطل كده بعيد عن الدوشة وبعيد عن الدنيا خالص، وحاطط شنطة الهدوم تحت دماغي وقاعد مني للسما بفكر بس. فوانا بفكر رحت في النوم. رحت في النوم تقريبا المغرب وصحيت على زي الساعة 10 كده بالليل ولا حاجة، بطني بتتقطع من الجوع. وصاحي على حاجة مستفزة. ريحة فول وطعمية وجبنة وعيش وجرجير. والله كنت شامم كل الروائح من بعض، يعني اقدر اقول لك ريحة العيش كانت عاملة ازاي. ببص كده لقيت شوية عيال جنبي كده من سن مثلا نقول 14 و15، واصغرهم ممكن يكون 11، وقاعدين بياكلوا. إيه، انا جعان وعايز احافظ على الاتنين جنيه ونص بقدر الامكان. متنساش. فايه عارف انت النظرات اللي هي دي فاهم. فالمهم قلت هقول لهم على سندوتش، هو ايه اللي هيجرى يعني لو قلت لهم على سندوتش يعني؟ هيقتلونا؟ لا طبعا احنا مش كده اصلا، احنا ما عندناش العادات دي بصراحة يعني. كل الشعب المصري ما عندوش العادة دي. تخيل نفسك هتروح تقول لحد اكلني هيقول لك امشي من هنا. لا طبعا. فرحت قلت لهم بس سندوتش يا رجاله كده. اه يا عم وماله يا سلام اتفضل وقعدوني فعلا. وجابوا لي العيش لحد عندي وكلت وشبعت الحمد لله. طب تمام احنا كده اتعشينا. هنعمل ايه بقى؟ مش عارف اعمل ايه. فضلت اتمشى في الشوارع كده رايح جاي على وعسى نشوف اي حاجه اي حاجه اي باب امل يظهر.
فاهم؟ اي باب امل. بس ما عملتش حاجه، رجعت تاني على نفس الجنينه اللي انا كنت قاعد فيها، ونمت نفس النومه. نمت تقريبا الساعه ممكن يكون 2 او 3 بالليل، وما اتعشتش. صحيت الصبح حوالي الساعه 8 9 كده، واي ميت من الجوع. بس المره دي ايه بقى؟ شميت نفس الريحه اللي شميتها المره اللي فاتت. فول، جبنه، طعميه، عيش، جرجير. مين بقى اللي بياكل بقى المره دي؟ هم العيال بتوع امبارح. ده ايه الحكايه دي بقى؟ فقلت لهم يا رجاله، امال انتوا بتعملوا ايه؟ تعالى يا عم اتفضل، تعالى كل معانا وما كدبتش خبر. طبعا لسه الاتنين جنيه ونص الحمد لله زي ما هم بالظبط. قالوا لي احنا بنمسح عربيات في الموقف اللي هناك ده، جنبنا كده على طول، مش جنبنا هنا، جنبنا في الجنينه اللي هناك. فما اعرفش ايه اللي جاي في بالي وقتها ان انا اقول لهم طب ما ينفعش اشتغل معاكم. انا جايز قلت ان هم مثلا ايه متالفين كده، شله واحده كده وبيفطروا مع بعض، ويمكن الجو ده كان وحشني جايز. يمكن كنت بأمن نفسي في الاكل والشرب انا، لان كانت مشكلة الاكل والشرب. انا خلاص تقريبا عرفت الحمام العمومي فين، وعرفت هغسل هدومي فين، وعرفت الدنيا تمام. في على الحمام ده ست هي اللي ماسكاه ما شاء الله، يعني كده لا افتح كده كده. اسمها منورة. انا ما شفتش نورة خالص، انما مع الايام ابتديت اتعرف على منورة كده. منورة دي مش هينفع اقول لك على افاتها خالص، لان هي لها دماغ لوحدها، دي تفاجئك بالافيه، وممكن الافيه يعني لو مش ماسك نفسك تمسح بكرامتك الارض. بس اتصاحبت على منورة دي. كانت تقعد تقول لي انت مش شبه العيال دي، يالا انت ايه اللي معادك هنا؟ ده مع الوقت بقى. المهم قلت لهم يا رجاله طب ما ينفعش اشتغل معاكم؟ قالوا لي روح كلم الشربيني. الشربيني ده اللي ماسك الموقف. هو مش موقف، هو حتة اخدها باركنج عافية، هي الحتة دي انا بتاعتي. اي عربية بتيجي بقى فاهم، العيال بتنتشر كل واحد ياخد له عربية وكده يعني، ويقسموا ما بينهم بالليل. فانا هروح للشربيني، وانا والشربيني اختلاف 300 900 مليون في المية. الشربيني ده لازم اوصف لك الكاركتر. هو اصلع من الحتة دي مش قوي، لا من الحتة دي بس كده. تمام. وعنده سنة هنا مخلوعة، وحاطط سيجارة في بقه كليوباترا طول الوقت، مطفية والعة مفيش أي مشكلة خالص، ولابس تيشيرت اللي هو الياقة بتاعت البولو دي بس مرمية على جنب كده خالص. تمام. وراحت بقى في داهية يعني، هي بقت لوحدها. ولابس بنطلون ترنج اللي هو الأديداس أبو 7.5، معلش التفاصيل دي مهمة. أبو 3 خطوط ده، البوليستر. والبوليستر اللي بتبقى انت عارف انت ريحته وحشه، ريحته وحشه وحشه. انت عارف انت لما بتيجي تركب مترو ولا تركب ميكروباص، مش بتلاقي راجل كده لابس قميص بلياستر بيعدي من جنبك على طول يقوم مديها لك؟ هو ده. كويس. وتاني رجل البنطلون، ولابس شبشب بصباعه، وضوافره من كتر ما كبرت بقت تحك في الارض. وضوافره دي نفس الكلام برضه. ليه انا بحكي لك الوصف ده؟ عشان اللي جاي ده. فانا رايح له لابس كويس ولابس نضارتي، كان عندي ساعه كده برضه، كان ابويا جايبها لي. كانت كنت لابسها برضه دي. ورايح اقدم في شركه الشربيني. قلت له بعد اذنك انا كلمت الشباب وكده فبقول لهم على شغل، فقالوا لي ان انا ينفع اشتغل معاك هنا، وان شاء الله على قد ما اقدر هحاول ابذل مجهود بقى في غسل هذه العربيات ومستقبل ارقى لهذا الجراج. وهو باصص لي كده والسيجاره في بقه، عمال انت بترغي كتير كده ليه؟ بترغي كتير كده ليه؟ روح خد لك جردل وفوطه وامسح اي عربيه من اللي هتلاقي يجوا يركنوا دول. والعربيه اللي هتمسحها مش فاكر كان عليها جنيه ولا جنيه ونص، مش فاكر والله الرقم بالظبط يعني كام، ممكن يكون كان نص جنيه حاجه كده. ياه، بالبساطه دي كده اشتغلت. قشطه. حلو جدا. انا عارف ان الشغل مش عيب. كويس. بس الشغلانه دي فعليا كسرت نفسي. واكبر دليل على كده اللي هحكيهولك ده. انا خد عندك ما كنتش اروح لاي عربيه فيها بنات، ما اروحش لاي عربيه فيها قبل، ما اروحش لاي عربيه فيها عيله. وده كان مصلحه طبعا بالنسبه للعيال، يعني احنا قعدنا نقسم العربيات. وفي شخصيه كانت بالنسبه لي مستفزه جدا، مستفزه لدرجه صعبه. الراجل اللي هو بيبقى نازل من العربيه ده ماسك موبايلاته وولعاته وسجايره وكل دنيته، ودايما بيبقى في الغالب اصحاب الكافيهات عارفينه، احمد بيه، حسام بيه. انا ده لا يمكن اتعامل معاه ابدا. بس قلت لهم العربيات اللي فيها شباب بس هي دي العربيات اللي انا هاخدها، محدش يجي جنبها خالص. وعدت الايام يا ريس، وفضلت ماشيه كده شويه حلوين. لكن على الجانب التاني من الطريق في ست قاعده في الفيلا بتاعتها. راس البر لو انت رحتها هتلاقيها عباره عن شاليهات. الدور اللي تحت خالص الاولاني خالص
بيبقى سلم من الشارع بتطلع له بتلاقي البرندة وبعدين باب الشقة جوه البرندة، فأي حد ممكن يطلع البرندة دي عادي، أي حد أي حد. فهي بتقعد في البرندة بتاعتها دي، بتفتح باب الشقة وتقعد في البرندة مثلا الساعة 11، وبعدين تدخل الساعة 2 الظهر، وبعدين تخرج الساعة 5 المغرب وترجع 10 بالليل تدخل. الوقت اللي هي قاعدة بقى فيه في البرندة بتعمل ايه؟ حاطة ايديها على خدها كده وبتهيألي ما بتراقبش غيري، عاملة لي كده، كل ما الفت عيني الاقيها عاملة لي كده كده. هي ست في ايه؟ لحد ما في مرة ندهت لي، قالت لي تعالى بقى، انت ايه حكايتك؟ حكت لها الحكاية من اولها لاخرها. بصيت لي بصة انا ما فهمتهاش ولحد دلوقتي مش فاهمها، هل مصدقاني ولا مكدباني؟ المهم بصيت لي كده وقامت قايله لي انت اكلت؟ قلت لها لا لسه. قامت قايله لي طب تعالى كل. انا بيني وبينك كان وحشني بقى الرز والسمك والفراخ والليله اللي دي بقالي كتير، ما هو عدى شهور من خروجي لحد ما قابلتها واتكلمنا معاها ولحد الموقف ده. طيب اهلي فين؟ ابويا انا سمعت ان هو جه سأل عليا مرتين ولا حاجه، عارف انا فين، وتقريبا قال لك سيبه يتربى. المشكله ان انا والله العظيم ما كنت عارف اتربى عليه اصلا وحياة ربنا بجد. يمكن كان يمكن عشان ما كنتش بسمع الكلام فكان ده مضايقه، مش عارف، او يمكن ما كانش شايف ملامح لمستقبلي ان انا ممكن اعمل حاجه. جايز. جايز. بس انا بلتمس له العذر جدا جدا. هو التيمه في وقتها كانت كده، الطريقه كانت كده، التربيه كانت كده. لكن كون ان هو المعامله شكلت في شخصيتك شويه حاجات، لازم تبص في وقتها لثقافته وتربيته وعقله والمجتمع بتاعه كان عايش ازاي وكده، عشان تقدر تبقى عندك وجهة نظر ايه زي ما بيقولوا منصفة كده. لا ما تقدرش تشيل منه، ما ينفعش اصلا تشيل من ابوك اصلا ولا تشيل من امك خالص. ده الناس اللي بتفكر بالطريقة دي عبط. انما في وقتها انا كنت شايل من ابويا وشايفه ان هو السبب، والام مغلوبة على امرها مش هتعمل حاجة. فكنت بروح اشوفهم كده في البيت يعني ايه في الوقت اللي ابويا مش موجود فيه وامشي على طول. انت ايه يا واد؟ انا تمام، انا زي الفل. وبيني وبينك يعني كنت ابتديت اتأقلم. طيب انا بنام فين؟ ما زلت بنام في نفس الجنينة بالظبط، والحمام العمومي اهو، وفي الحديقة اهو، ما احنا في الصيف بقى فصباح الفل. بس اكتشفت ان الصيف بيخلص والدنيا بتبرد ومعيش جواكت، ونايم في جنينة معرضة في اي وقت ان الدنيا تشتي فتتبل فيبقى النومة كلها باظت. احيه. انا هعمل ايه؟ هرجع البيت؟ لا مش هرجع. عندي بقى معرفش وقتها كنت بفكر ازاي بس مش راجع. وحصل يا ريس اللي كنت خايف منه، الدنيا شتيت فعلا. خدت الهدوم خبيتهم فوق في الشجرة كده في حتة ومشيت بقى. رايح فين مش عارف، اديني ماشي وخلاص. قعدت بقى يمكن انا وقتها كنت بتأمل في البشر، لان الحركة دي عندي من زمان قوي ان انا احب اتأمل في البشر كده، ممكن اقعد ابص لك وتلاقيني كده ايه بتأمل حركاتك و... والبادي لانجوج. بس هو مش علم نفس ولا اي حاجة من دي خالص، ملهاش اي علاقة خالص. بس انا اقدر اقول لك من وشك ومن مشيتك انت بتشتغل ايه ومتجوز ولا لا، ومتهني في حياتك ولا لا. حتى لو كنت بتدعي غير كده، انا الحركه دي اتطورت عندي دلوقتي، لكن في وقتها انا كنت بشوف الناس لان انا عايز اشوف انا لو دخلت مثلا وصاحبت شله هل انا في امان ولا مش في امان. هل اللي كانوا بيقعدوا يقولوا عليه اهالينا بقى من انك لازم تخلي بالك من الناس وتخلي بالك من صحابك ومش عارف ايه، وممكن ده يوقعك في شر وممكن يأذيك وممكن مين بقى في دول الناس اللي ماشيه دي؟ واتامل كده في وشوش الناس، فوانا بتامل في وشوش الناس الاقي مين يا ريس؟ الاقي احمد. احمد ده صديق الثانويه وكنا مسمينه اجدعهم، كان يظهر في الشدائد كده في مواقف كده. وانا ساعه ما شفته ما فكرتش مرتين، يا احمد يا احمد. انا مش بندهله عشان وحشني، انا بندهله عشان ده ممكن يكون الامل على الاقل يبيتني النهارده. قال لي يا ريس انت رايح فين ومش عارف ايه، كانت الساعه تقريبا 11، خد بالك من التوقيتات برضو لان التوقيتات كانت هتبقى مهمه في القصه يعني. قلت له انا كنت مسافر، ولما رجعت ما كنتش قايل لابويا، فاول ما شافني قال لي روح بات في الحته اللي انت كنت بايت فيها، وطردني النهارده. ما قلتلوش ان انا مطرود بقالي فتره، ومش عارف يا احمد هروح فين دلوقتي، والحاله صعبه. هروح لمين بس؟ وقعدت اتمسكن. قام قايل لي طب ما تيجي يا عم كده تبات عندي. قالها لي يا عيني وهو متوتر، مش واثق في الكلمه اللي هو بيقولها. بس انا مسكت في الكلمه، قلت له هو ينفع؟ قال لي اه ان شاء الله ينفع. قال لي بص هروح اوصل اختي شقتها وكلمني اتصل بيا وانا هقابلك على طول. خير وبركه. انا ما كانش معايا موبايل، اداني رقمه. والله ما فاكر اذا كان هو كان موبايل ولا كان تليفون ارضي، مش فاكر.
لا لا، بس كان موبايل لان كانت الدقيقه بجنيه ونص وقتها. استنى. فالمهم مشيت، قعدت اضيع وقت كده رايح جاي لحد ما ايه، يعني ممكن يوصل اخته في ساعه، ساعه ونص. ماشي، بعد ساعه ونص كده اكلمه. ساعه ونص طبعا والدنيا بتشتي، كانت الناس بتقفل وانا مش واخد بالي، الناس عماله تقفل 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 لحد ما ابتديت احس ان الشارع بيفضى. يا نهار اسود، احمد انا هكلمه منين؟ ادور في الشوارع وانا بجري رايح جاي رايح جاي، فين وفين لقيت مكان على مرمى البصر كده قدامي، بابه بس يا دوب ايه منور الطريق، شايفه من بعيد. طلعت اجري عليه، لقيتها قهوه وبتقفل وحاطط اليافطه بتاعت ديت المحمول بجنيه ونص دي. قلت له عايز اتصل. الو، ايه يا احمد انت فين؟ انا دان. يا احمد، الو، سامعني يا ابني؟ سامعني؟ الخط قطع. طلبته تاني. الو يا احمد، الو، الو، الخط قطع. التالتة هذا الهاتف مغلق. انا على فكرة ما بلومش عليه خالص خالص، انا اللي حطيته في وضع زي الزفت. تخيلوا بس ان هو يروح لاهله وجايب لهم واحد ده هيبات معايا، جايز يكونوا هم اهله متحفظين زيادة عن اللزوم فمش مش قابلين بالحركة دي، انما انا ما عذرتوش وقتها. انا قلت ليه هو بيعمل كده وخضر الصحاب، وليه ما هوش جدع، وليه ما حدش بيقف جنبي؟ وهو المفروض ما يقفش جنبك. يقف جنبك ليه؟ بجد والله يقف جنبك ليه؟ انت يا ريس بدماغك مش المطلوب ان الناس تقف جنبك، ولا مطلوب ان هم يشيلوك في عز ازماتك، غير الا لو كنت يعني مستقبلك بيروح، ومش في كل الحالات برضو. المهم ما علينا يعني. انما انا في وقتها ما عذرتوش، قعدت الف في الشوارع واستخبى تحت التند، شويه الدنيا تشتي شويه تبطل واديني ماشي، وخلاص بقى تقريبا جبت اخر، عايز انام مش قادر. فوانا بتمشى كده لقيت فيلا بابها العمومي مفتوح. الفيلا بقول لك بتبقى 3 ادوار، كويس. إيه الادوار اللي تحت سلمهم على الشارع، وده لو جيت تدخل ممكن ما تلاقيش كراسي تنام عليها اصلا والجو برد. انما يكون الفيلا دي بابها مفتوح العمومي اللي بيطلع للادوار اللي فوق، فسهل قوي ان انت تبات تحت بير السلم. ده تفكيري. ورحت ما كدبتش خبر، ظبطت دنيتي كده جنب المواتير كده، ورحت جبت شنطة الهدوم وحطيتها عملتها مخدة وزي الفل. مفيش 10 دقايق ولقيت لك ست بتصرخ فوق: انزل يا حمار، اقفل الباب اللي تحت لا يدخل لنا حرامي ولا حاجة. يا بنت طب هيدخل لك حرامي؟ طب ما انت قافله بيبان الشقة كلها، هيعمل لك ايه يعني؟ هيطلع على السلم فاضي؟ ما تسيبيه يا ست، حتى لو حرامي هيعمل ايه؟ ما انت طبعا مش حاسه تحت في حمار نايم. لقيت نفسي بلم الشنطة وبجري. برضه لو كنت انا قلت لهم في وقتها ان انا هنام كانوا ممكن يسيبوني، ولا ما كانوش يسيبوني؟ لا، الناس بتخاف قوي صح. ما كانوش يسيبوني، كانوا يفكروني حرامي برضه، بس حرامي متنكر في نضاره. مش عارف ايه الرعب اللي عند الناس ده بجد والله، الموضوع ده بيضايقني قوي، ان الناس عندها رعب كده من كل حاجه. خلي بالك ما تلعبش مع دول، ما تكلمش دول، امشي هنا، ما تكلمش حد، ما تاخدش من حد شوكولاته. انا بتهيالي الحاجات دي بتخرج جيل ما عندوش اي مشاعر تجاه اي حد. ما علينا برضه، انا كل شويه اخدك في الحوار واقوم رايح في حته تانية ومش عارف مين هيرجعني. المهم وقفنا عند ايه؟ فخرجت ومشيت، وفضلت واقف شويه كده مش عارف هروح فين، وبعدين افتكرت مين؟ ام ابراهيم، الست اللي كانت بتقعد لي في البرندة عامله لي كده. ام ابراهيم طبعا لو رحت لها دلوقتي اكيد اكيد هتدخلنا نام. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3. رحت عند الباب واتكسفت اخبط. طب انا اخبط اقول لها ايه؟ طب هي مثلا شافتك واتكلمت معاك مره واتنين وتلاته واربعه، حتى لو حق يا عم 20، ما اعتقدش ان انا برضه ممكن اروح اخبط عليها كده واقول لها دخليني انام. طب هنام هنا على الكنب بقى اللي موجود في البرندة ده، كنب الارابيسك كده، عارفه ابو شلتتين كده وشلتتين في الظهر، حلو قوي انام. إيه المشكله بقى في نومته؟ ان هو كان اتبل بقى من الشتاء فاهم. بس نمت خلاص، عايز انام مش قادر. وصحيت الصبح عليها وهي بتخبط على ظهري كده: ولا انت نايم هنا من امبارح؟ قلت لها اه. قالت له طب ما روحتش ليه؟ قلت لها مش هروح. طب خش خد لك دش وغير هدومك دي. دخلت وخدت الدش وغيرت ونزلت. بالليل كده لقيتها بتندهلي، بتقول لي روح الكافيه اللي هناك ده، قول لهم انا جاي لكم من طرف ام ابراهيم، وهم عارفين. روح اشتغل هناك على الاقل هيبقى لك اوضه تنام فيها. الله يبارك في عمرك يا ام ابراهيم، حاسه بيا. رحت على طول بدون تفكير. اوعى تفكر ان انا بقول لك كنت مبسوط في موضوع العربيات ده خالص. موضوع العربيات ده كان مخليني ببص يمين وشمال، حد يعرفني ولا لا، حد جاي هنا ولا لا، حد مش عارف ايه ولا لا، حد بص لي ولا لا. لا، توتر. على الاقل ده مكان فعلا هلاقي فيه نومه واسمي شغال في كافيه.
وهيشغلوني ايه ده؟ اكيد بقى هيشغلوني ويتر بقى، انا هنزل ما انا حليوه بقى بنضاره والدنيا تمام وعلى قد ما بقدر كده. هم طقمين صحيح انما يعني شكلهم مظبوط. ويمكن كمان لو نزلنا المعرض ده نجيب لنا تيشرتين ثلاثه حلوين كده، الواحد ب7.5 الدنيا تبقى خربانه. ما كنت بكسب على فكره. وفضلت مستني باماني على راي عبد الحليم لحد ما قابلت الراجل صاحب الكافيه. قلت له انا جاي لك من طرف ام ابراهيم. قال لي ازيك اخبارك ايه وسلم عليا كده. تمام، هشتغل ايه بقى؟ في الحمامات. انا حسيت وقتها ان كلمه الحمامات دي اهانه بجد. و... ودلوقتي انا عارف هو حسبها ازاي. دلوقتي الموقف جنبنا وعارف ان انا كنت بمسح العربيات، فيعني مؤكد الزباين شافوه. فلو شافوه في مكان تاني مش حلوة، فيعني المكان ده بيتهيألي ممكن يكون مناسب ليه. وقتها ما كنتش بفكر كده طبعا. انا قعدت احسبها بقى ان هو عنده ناس كتير بتشتغل ومش عارف ايه، وانا مفيش حتة فاضية غير الحمامات، وممكن يكون اتحرج من ام ابراهيم فخدني غصب عنه. فيعني حسبتها كده. بس اشتغلت. انا مش بنظف الحمامات، انا بمسك المناديل وبرص الاكسسوارز بتاع الحاجات دي كده، واللي محتاج حاجة بديها له. ففي الراحة والجاية في ناس انت بتقابلهم وناس بيستلذوك. كان في حوالي 3 شباب كده، يعني مثلا يجوا يوم ويفوتوا يوم ورايحين جايين بقى الحمام طبعا. ففي لغة بيني وبينهم، بنهزر مع بعض بننكش بعض مش عارف ايه. قعدت في المكان ده حوالي شهر، ولقيت واحد من الزباين ال3 دول بيقول لي ولا دان، انا ليا واحد صاحبي فتح محل تيك اواي كده وما بيبقاش فاضي وكده ما تيجي تقف تشتغل هناك وايديكوا في ايد بعض كده وربنا المستعان، وعندك الدور اللي فوق اطلع نام والحمام موجود. ده لوز العنب طبعا طبعا. هو انا اتردد عن فكرة زي دي 100%؟ بقيت نايم وعندي حمام. ما فكرتش مرتين، رحت على طول. فضلت شغال وفضلت شغال يا ريس بكل إخلاص وأمانة لحد ما حصل المقدر. إيه؟ ولا أقول لك بص، بما إن الساعة أصلا دلوقتي بقت كام، ما علينا. خلي الموضوع ده اليوم الخميس الجاي، عشان دي برضو ليلة تانية من أولها بقى نقعد لها ونشوف الحكاية دي. أشوفك على خير. سلام.